السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أحلى متابعين على قناة الست المصرية على أصولها. كل سنة وانتم طيبين. وقبل ما نبدأ فيديو النهاردة بقى يلا كده نصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. بصوا بقى يا حبايب قلبي، إن شاء الله بإذن الله ده آخر تجهيزات العيد، تجهيزات يعني العيد وخلاص. كده إن شاء الله بإذن الله دخلت بقى فوق على الأوض فوق بتاع ولادي. نقلت بقى السراير وبحب نغير احنا النظام عشان ايه، بحس ان هو بيبقى في تجديد كده. لما بغير ونقل حتى لو كان كرسي من مكانه مثلا او ترابيزه من مكانها لمكان تاني، بتحس براحه نفسيه كده وحاجه حلوه. احوش بقى البطاطين كده على فكره احنا ما عندناش يعني حد بيعمل حاجه كده على السر ولا حاجه، بس انا حاطه المشمع والبطاطين يعني هي وقايه للمرتبه. يعني هي لو بعد سواء ولادي بيقعدوا مثلا يشربوا ميه كوبايه شاي مثلا وقاعدين على السرير، فايه يعني احتياطي عشان المراتب تفضل نظيفه. طبعا خدت الحاجات اللي عليها دي وهنزل اغسلها. وطبعا حشنا الستاير ومسكنا الاوضه زعفناها يعني، وجبنا اللهم صل على سيدنا محمد اللي مسحنا الحيطان ومسحنا تحت السراير، كنسنا اعزكم الله، ومسحنا تحت السراير ولمعنا الحيطان والشبابيك والبيبان كله ده يعني لمعناه كده والازاز لمعناه بملمع الزجاج. وخلاص خدت بقى الستاير ونزلت على تحت كده وفرش السراير، كل اللي كان عايز يتغسل حتى الدباديب والمفارش وكله ده خدته ونزلت على تحت. قلت ايه اما يعني ايه نغسله واحنا بقى نبدا ايه. كنت انا بغسل تحت وصاروا ايه كانوا بينضفوا فوق يعني وكده. دي اخر حاجات بقى للعيد، يعني اخر ايه تشاطيب خالص بقى. واستنوني ان شاء الله في فيديو الروتين في العيد. يعني ايه العيد في مصر بقى ده، يعني اجواء العيد في مصر واجواء العيد في الارياف. مش عارفه بقى عن كل بقى وبلد ولها زي ما لها سبيرها ولها كده ايه عاداتها وتقاليدها. طبعا انا بقول لكم كنت شايله سيف كان مغلبني وكان منكد وكان عايزني اشيله. فانا بقول لكم انا دلوقتي باخد ايه الابيض الاول، بحط الهدوم البيضة والمفارش البيضة والحاجات الستاير البيضة في الاول عشان ايه الغسيل ما يبقاش مقرح كده، لازم يبقى مزهزه وكده، مزهزه وحلو. طبعا بعد ما حطيت الربس والمنظفات الكلور وكده هبدا ان انا ايه احط الحاجات البيضة الاول بالتدريج كده، الحاجات الفاتحه الاول وبعد كده الحاجات يعني هي الغوامق سنه وكده بالتدريج. ورحت حطيت بقى السيف اللهم صل على سيدنا محمد، صلوا على الحبيب المصطفى يا جماعه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي سيدي رسول الله. حطيت له الثبت الغسيل وقلت له بقى مع نفسك كده عشان ايه ما تعطلنيش. طبعا انتوا عارفين ان كان الجو صيام والايام دخلت بقى فالواحد عايز يخلص بقى وكده يعني ضغط. طبعا انا فاتحه بقاله في البيت عندي زي ما قلت لكم، انا كنت قاسمه الاوضه وفاتحاها ايه جنب بقاله يعني، فبرضه ضغط عليا تغسلي وتروقي في البيت وتعملي وتقفي في البقاله، فايه تبقى ضغط عليكي يعني. فالحمد لله الحمد لله. وطبعا ايد لوحدها ما بتسقفش، ايد على ايد كده تدق الكف وتحقق اللي انت عايزاه يعني. المشاركة حلوة. طبعا ولادي يا رب يحفظهم وينجحهم ويبارك لي فيهم ويحقق لهم اللي نفسهم فيه، بيقفوا معايا. طبعا انا دلوقتي صار آية بتوريكم المطبخ قبل مفاجأة بقى دي والله العظيم، ولا كانت على الخاطر ولا كانت على البال ولا على الخاطر. اعذروني بقى ان انا بلخبط في الكلام. فانا دي بقى المفاجأة ان احنا ايه سبحان الله دي ما كانش على البال ولا على خاطر ان احنا ايه نركب وانا كان نفسي من زمان ان انا اركب الرخام المطبخ تحت. فالحمد لله يعني بعد شوفوا بقى لما ربنا بيريد بالحاجة سبحان الله خلاص، طالما ربنا راد بيها خلاص. فإذا أراد يعني لما كل شيء يكون فيكون سبحان الله. فالحمد لله ربنا راد إن إحنا نعمله. فبدأنا إيه نركبه. كان قبل السحور بشوية، كان بعد الفطار. مش قادرة أقول لكم يا جماعة البيت كان عبارة عن إيه. طبعا واضحة قدامكم يا جماعة كمية التراب والبوكة والكراكيب وكده يا ربنا يعيننا ان شاء الله. الحمد لله على كل حال، طالما الواحد موكل الامر لربنا كده وبيستعين بربنا كل حاجه ان شاء الله بتهون وكل حاجه بتعدي وكل حاجه بتبقى سهله باذن الله. قلت كده اللهم اني وكلتك امري فانت خير وكيل والله المستعان. ومسكت بقى البيت اعزكم الله، قلت الم اكنسهم بس الحاجات القصر والحاجات اللي مكسره في الرخام المكسر ده الاول. ومسكت البيت بقى جبت بريل، جبت المنظفات بتاعتي بقى، جبت بريل وجبت كلور وجبت رابس وجبت برستيل جل عشان في نفس الوقت نظافه وريح. فقلت مسكت بقى عزكم الله كنست ولميت اللي عبيتهم في جردل وقلت لمحمد ابني ايه طلعهم بره عشان ايه يعني ما كركبش حواليا. انا كنت جايبه المكنسه بحيث ان انا اشفط التراب، بس كانت برضو واحد قلت لا
هياخد وقت وكده فاحنا كده كده ايه ان شاء الله باذن الله امسك الحيطان والمطبخ كله. سكوا الباب ده يا سيف. سيف كان عايز شاي وبيقول لي يا ماما اعملي شاي، قلت المكنسه كانت هتشفط وتساعدني بس قلت لا انا كده هتعطل، فايه مستحسن ان انا ايه الم دول كده بالمكنسه اللي هي المقشه، يعني مش المكنسه اللي هي الكهربائيه لا. واطلعهم بقى بره وامسك الباقي الحيطان بالربس والبريل والكلور والحاجات المنظفات بتاعتي، وامسكها احكها كده وانضفها. انا بدات بقى بمسكت المطبخ وبالتدريج كده على الصاله بره وعلى بقيه البيت كله، لان عشان ايه التراب كان مرصب على الحيطان. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللي جيت لحد هنا بقى من الفيديو ما تنسيش تكتبي لي كومنت كده، كومنتاتك اللي تشجعني وتديني طاقه ايجابيه وتحمسني، تدوسي لايك واشتراك في القناه وتفعلي الجرس عشان ايه يوصلك مني كل جديد. وزي بعض ان انا باخر عليكم في الفيديوهات، بس ربنا اللي يعلم ان الواحد كان ضغط جامد عليه اليومين دول، والله ربنا واحد هو اللي يعلم. انا على قد ما بقدر بنزل لكم الفيديوهات في اقرب وقت على قد ما اقدر. حتى محمد كان بردان وبيقول لي قاعد وقال يعني ايه الهواء السخن اللي بيطلع من المكنسه من ورا ده هيتدفى فيه. انا قلت له قوم بقى اعمل معايا مصلحه كده وساعدني وشيل الجردل اللي حبيت فيه التراب والحاجات المكسره طلعها بره. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ما تنسيش بقى تصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام وتستغفري ربنا. الله لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. كده شايفين البوتاجاز والله كنت ملمعاه وكنت ضحكه جميل كويسه جدا جدا، يعني ايه كمان عشان العيد. بس الحمد لله راح تراب، بس برضو مسكته برضو دعكته ضحكه حلوه تاني ونضفته تنظيفه حلوه من جوه ومن بره. ومسكت المطبخ بقول لكم خليته ايه بيلمع، بس زي بعضه بقت الحيطان انا ان المطبخ ما كانش كله مصرمك فبيغلبني شويه، الحيطان بتغلبني شويه من الدهون. انا كان نفسي ايه الحته دي بس اللي كانت ايه مصرمكه مكان المطبخ، ولما نقلت البوتاجاز من مكانه فطبعا الحته دي اتدكهت ما فعلهاش عليهاش رخام فكانت بتتعبني. فالحمد لله حاجه يعني كل حاجه بتيجي مع الصبر الحمد لله. انا ما كانش كان في دماغي ايوه كان نفسي في ان انا اعمل المطبخ، ولما ربنا اراد خلاص الحمد لله لما ربنا بيريد بالحاجه بتتنفذ وبتتحقق. لو ايه ما فيش حاجه يعني صعبه على ربنا الحمد لله. حاضر يا سيف حاضر. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بعد ما خلصت كده هطلع ايه هشطب المطبخ الحيطان والارضيه بتاع المطبخ بالكلور والبريل والبرسيل الجل والربسو، وهطلع ايه على الصاله بره امسك الحيطان من فوق لتحت وامسك الارضيه برضو وهخش على الدكان برضو اظبطه امسح كل حاجه فيه والمعها. انزل الطلبات كلها نزلتها انا وآية ومسكناها مسحناها ونضفناها. بس طبعا لقطة الدكان دي ما جاتش زي بعض عشان ايه التليفون كان فاصل شحن وما ما كان ما عرفناش نصوره، وانا ما كنتش عايزه اعطل نفسي فايه ما برضه ما حبيتش برضه ان الفيديو يكتر عليكم. دخلت خش بقى على بقيه البيت بقى من جوه الصاله واوضتين الجلوس اللي بره وخلصهم وشطبهم ويكون كده هما بقى ساره وايه برضو ايه كانوا بيفرشوا فوق وينضفوا ويكنسوا اعزكم الله ويمسحوا عشان ايه نفرش بقى. واحنا كده لمعنا كل حاجه، وزي ما انا قلت لكم كل حاجه في البيت بغسلها. حتى الاكباس بتاع النور دي الحاجات بتاع النور اللي هي المفاتيح بتاع النور والحاجات دي بمسحها كده واجيب ملمع ازاز وامسح كل حاجه البيبان وكل حاجه والحيطان والشبابيك وكل حاجه. انت اساسا بتشمي ريحه النظافه وانت داخله في البيت بسم الله ما شاء الله. وده بعد ما اتفرشنا وخلصنا. انا اوريكم بعد ما خلصنا يعني وفرشنا وخلصنا. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله اللي عايز ان انا اصور له فوق ان شاء الله باذن الله كده يعني ساعدوني كده وقفوا معايا وحطوا لي لايك عشان الفيديوهات تشهر وتتنشر عشان ايه اكمل اوصل لل1000 كده يعني ايه بفضل ربنا وفضلكم ان شاء الله. هوصل لل1000 ان شاء الله باذن الله. وبعد كده ايه ان شاء الله هصور لكم فوق وهوريكم بقى فوق ويعني ايه الدور التاني في ايه وكده لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. طبعا بعد ما تفرش كل حاجه وبسم الله ما شاء الله انت اصلا شامه ريحه النظافه من غير اي حاجه، وانت بتحسي براحه نفسيه لما ايه بعد التعب ده كله ده ايه تشوفي الفرش وخلاص بقى خلصتي انت بتحسي براحه نفسيه كبيره. ده طبعا انا بوريكم المطبخ بعد ما خلصته حشت بقى كل اللي فيه الكراكيب وكل اللي فيه والحاجات الاساسيه اللي انا عايزاها هي اللي خليتها. ما تتخيلوش يا جماعه المطبخ جميل ازاي وانا حباه بسم الله ما شاء الله. مش انا بس اللي حباه انا وساره وآية.
ويا رب يكون ضيفة خفيفة على قلبكم، واكون افدتكم بحاجة. دي اوضه الجلوس يا جماعة، فلو ترجعوا للفيديوهات القديمة دي كان مكانها سرير والمكنة الخياط. فطبعا انا دخلت مكنة الخياطة في الدكان، وطبعا السرير استغنيت عنه لان ما عنديش مكان. بس رجعت واتندمت ان ايه ان انا استغنيت عنه، عشان ايه طبعا بسيف بينام، او هو اساسا كان او كنت محتاجه، مش حكايه اتندمت، وانا كنت انا محتاجه ان كان واحد صغير بداله عشان المكان. عشان طبعا سيف كان بيضطر ينام مني تحت، فانا ما فيش مكان تحت نوم، فبضطر ان انا اطلعه فوق، فبيقعد يعيط وانا بعد ساعه ما بسمعوش. فلو عجبكم الفيديو ما تستنيش بقى الاشتراك، تصلي لايك، اهم حاجه اللايك، وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. واستنوني بقى في اجواء العيد واحتفال العيد عندنا. وكل سنه وانتم طيبين. ما اعرفش بقى كنتوا كل بلد وليها عاداتها وتقاليدها. احنا عندنا في الارياف العيد بتاعنا يعني على قدنا يعني. وكل عام وانتم بخير، وعقبال كل سنه، ويا رب يجعله عيد سعيد علينا وعليكم، اللهم امين. وكل اللي نفسه في حاجه ربنا يحققها له. طبعا زي ما انتم شايفين الترمس احنا كنا عاملينه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من فيديوهاتي على قناة الست المصرية على صلة، ويا رب أكون ضيفة خفيفة على قلبكم. وأهم حاجة صلوا على الحبيب المصطفى واذكري ربنا، وإلى اللقاء إن شاء الله.